السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتكم شي والدنيا ام لوجين. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غادي نوجد معكم كيكه الخضر. بطلطه تيبقاو لينا خضره من الحاجه يمكن نجمعوها في هذه الكيكه هذه. وليداتنا غادي ياكلوها وتتعجبهم صراحه، كتجي بنينه بزاف. اول حاجه غادي ناخذ واحد البصله اللي غادي نشحروها مع شويه د الملحه والابزار، كذلك باذنجان وفلفله والبطاطا غادي نقطعوهم مربعات صغار وغادي ندخلهم الفران يطيبوا. كيف يمكن لينا نقليوهم في الزيت اللي بغيتو. من بعد غادي نوجدوا واحد لاباري اللي فيها 4 البيضات، شويه الملحه، وكذلك واحد الفص ديال الثوم اما محكوك او لا مقطوع مربعات اللي هي صغيره، كذلك 5 ديال المعالق ديال الدقيق الابيض، وواحد شاصي ديال الخميره من فئه 8 غرام او 7 غرام. من بعد غادي نزيدو ليهم العطريه اللي غادي نحتاجو فيها الخرقوم، كمون، غادي نضيفو شويه والابزار، البابريكا، وشويه ديال سكينجبير. من بعد غادي نخلطو مزيان. غادي نحصلوا على هذا الخليط هذا. من بعد غادي نزيدو ليه شويه ديال الحليب، تقريبا نص كاس ديال الحليب، وغادي نزيدو هاد الخضره هذه كامله اللي دخلنا الفران، غادي نخلطوها بهذاك الخليط اللي وجدنا. من بعد غادي نجيبو واحد المول، غادي نديرو ليه شويه الزبده وكذلك الدقيق الابيض، وغادي نخوي فيه هذا الخليط هذا، وغادي نشعلو الفران اللي غادي يكون سخون من قبل، وغادي نجعلو عليه من التحت، وغادي نخليوها طيب على خاطرها. ومن بعد غادي نهبطوها حتى غادي تاخذ ليا اللون. من بعد ما خرجتها من الفران هذا هو الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا معايا، كتجي محمره. ويمكن لكم تزيدوا لها الفرماج من الفوق محكوك، يمكن لكم تخليوها غير هكا كتحمر بوحديتها. هذا هو الشكل ديال كيكه الخضر، هذا هو الشكل ديالها، كتجي لهذا الشكل هذا. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا كيفاش جات، كتجي بنينه بزاف. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم. هنا كنوصل معكم نهايه الفيديو مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.